السلام عليكم اخوان اخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير وعلى خير. كنتمنى من الله هذا الفيديو يلقاكم على خير وبخير. نبداو الفيديو ديالنا ان شاء الله بالصلاه على رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اليوم البنات كما كتشوفوا درنا معكم ان شاء الله هاد لي دونالد ساهلين وخفاف، مقادير بسيطه في كل دار، وكيجيو خفافين وهشاش من الداخل، كيجيو بومبي زوينين وما كيشربوش نهائيا الزيت. غادي نحتاج لهم ان شاء الله المقادير. هنايا غادي ندير المقادير ونخدم في نفس الوقت. عندي هنايا 2 كيسان ديال الانباء ديال الحليب دافي. غادي نزيد عليهم واحد المعلقه ديال السكر سنيده. السكر حسب الذوق، انا درت معلقه كافيه بالنسبه لهاد المقادير اللي درت، معلقه كافيه حيت مازال كيدار ليهم الشكلاط من الفوق، وانتم على حسب اللي بغيتو. ندير واحد المعلقه ديال الخميره الفوريه، تكون بومبي، معلقه عامره حقاش بارد الحال شويه. ملي كان الجو سخون راه معلقه ما عامراش كافيه. صافي غادي نزيد عليهم واحد الكاس ديال الدقيق ديال الفورس، عبر حتى هو نفس العبر اللي عبرتي به الحليب تعبر به تعبر به نيت الدقيق. غادي نحركها بالفوي مزيان مزيان حتى يتجانسوا العناصر. البنات بامكانكم ديروا هذه المرحله هذه الاولى بحال ما كديروها في خلاط الكهربائي، مونينيكس ولا بالباطور، باش كتسهل عليكم الخدمه. انا كنخدمها صراحه، ولفت كنخدمها غير هكا بالفوي بلا ما قوت الماعن، باش غير ما يبقاش داك الدقيق متكتل ولا شي حاجه. كنخليها 10 دقائق. هنايا راني وريتكم خمرت ليا فات شويه 10 دقائق تقريبا، واحد 13 دقيقه خليتها نسيتها، ومن بعد نشوف كي لقيتها خمرات تبارك الله. زدت ليها واحد البيضه، وزدت ليها قشور ديال حامضه محكوكه، تقدروا ديروا فاني. هنا درت 2 خمارات حمرين. هنا كنوريكم واحد المعلقه عندي هنا ديال الزبده، غادي بحراره المطبخ غنخليها حتى الاخر عاد غادي نضيفها. هنا بديت كنزيد الدقيق تدريجيا. كنت كنعبر معكم بالكاس، ولكن العبر الكاس ما خرجنيش ما بقيتش عارفه شحال عبرت في الكاس صراحه، نسيت. لكن اش غنقول لكم، تبقاو ديروا لها تزيدوا الدقيق حتى كتولي العجينه متجانسه وما كتكونش ما قاصحاش وما جارياش بزاف، فهمتوني؟ كتلتصق شويه في اليدين. انا غادي نوريكم ان شاء الله، غادي نعجنها معكم. هنايا كنت دايره خدامه فوي، من بعد خدمت غير بيديا. كنحاول ندخل فيها الدقيق شويه بشويه. قلت لكم الا مبغيتوش ديروا لها قشور الحامض، ديروا لها فانيلا ولا ديروا لها النكهه اللي بغيتو، ولا قشور الليمون. انا درت هنا قشور الحامض كانوا متوفرين عندي، درتهم جاوبني، جو متجانسين مع الشكلاط، جاو هما هذوك البنه ديالهم صراحه. هنا كما كتشوفوها نتوما باقا شويه خاصها الدقيق، غادي نزيدها شويه ديال الدقيق. الدقيق كنزيدو شويه بشويه باش غادي باش ما نديرش بزاف وتقصح ليا العجينه. كندير غير تدريجيا شويه بشويه. هاد لي دونالد تقدروا تخدموهم غير بحال هكا بيني، ولا هاد العجينه يعني تدير العجينه ديال 10 دقائق فيها شي بعض التعديلات. هذيك العجينه تقدروا تخدموا بها كرواسون، بيني عاديين، تقدروا تخدموا بها شحال من حاجه، فطائر اللي عجبكم البنات. هنايا زدت هذيك المعلقه ديال الزبده. وشوني البنات راه ما كندلكش، راه كندخل فيها داك الزبده مزيان مزيان باش تدخل ليا في العجينه كامله. ما كندلكش بزاف. شتو العجينه راه كتلتصق في اليدين، داكشي اش كنسرع يديا في الدليك باش ما تلصقليش بزاف. وهنايا راك شتو كندلكها مزيان، ماشي مزيان، المهم كندخل ليها الزبده مزيان مزيان. اما الدليك راكم عارفين كي داير، خصو يكون دلك وعاود هاد الجهه وهاد الجهه وهاد الجهه. لا، هادي غير كندخل فيها الزبده مزيان مزيان. من بعد غادي نشوف واحد البول وغادي نردها ليه تختمر شويه، واحد 10 دقائق تاني غادي تضاعف الحجم ديالها واحد شويه. هنا البنات فات 10 دقائق، قبضت داك العجينه حطيتها كامله في
فوق سطح العمل. غادي نجمعها بحال هكا، نخويها من الهواء، وغادي نديرها على شكل اللول بها على شكل خبزه كبيره. ومن بعد غادي نخدم بالدقيق اولا النشا اللي عندكم. عندنا هنا الفرصه رطب، هو باش طلقتها غنحاول نطلقها كامله. السمك ديالها يكون واحد نص سنتيمه البنات، ما خصهاش تجي غليظه بزاف، ما خصهاش تجي رقيقه بزاف، حيت هي مازال كتنفخ، غتخمر ومازال غادي تنفخ. هنايا قطعهاش، غنقول لكم العبار اللي بغيتو. انا ما غاديش نعرف نقول لكم اين هي. المهم انا عندي سيري، هذه يمكن الثانيه الكبيره كاع، هذه اللي صغر منها شويه. وقطعت داك الثقب الوسطاني درتو غير بداك القالب ديال لابوش، البوق ديال البوش، هي باش درت داك الثقب الوسطاني. صافي هانتوما البنات، من الاحسن العجينه ما تكونش لاصقه لكم في هذا باش ما تعذبكمش، باش ما يديفورماش الشكل ديال هذاك لي دونالد. صافي كنهز من هنايا وكنستف في المنديل، فرشه منديل كنستفوق منه. هنا غنوريكم العبار قداش، قلت لكم تقريبا واحد نص سنتيم. هنا غادي ندير هاد الكميه كامله اللي عندي، ومني غادي نسالي منهم البنات كاملين غادي نعاود نجمع العجينه ونفس الشكل غادي ندير. غنضربهم بالدلاك وغادي نقطعهم قطعه وغادي نستفهم كاملين، نكمل الكميه كامله اللي عندي. كيخرجوا كميه تبارك الله كثيره، غير بجوج معالق ديال جوج كيسان ديال الحليب، ما فيهاش الزيت البنات، فيها داك المعلقه ديال الزبده اللي شفتوا. وحتى فاش كطيبيهم البنات كيخمروا وكطيبوهم تبارك الله راه ما كيجيوش نهائيا هازين الزيت، ما كيشربوش نهائيا الزيت. خصوصا اللي درت لهم داك بابي ابسوربو. هنايا راني غنبدا نقلي باش جربت بوحده صغيره. خص الزيت يكون سخونه مزيان باش هذوك الاولين ما كيقصاحوش وما كيشربوش ديك الزيت، خص تكون الزيت سخونه مزيان. من بعد كنبدا نقلب وحده بوحده. ما ديوش على هاد المقله البنات، هاد المقله عندي خاصه بالقلي صراحه. عكست نجبد الاخرى ديال التصوير، جبدت غير هذه خدمت بها، دايرها غير القليان بحال ما هكايا. صافي كنديرها اين فوا كنديرها كنخليها واحد، كنحسب بحال هكا تقول 1 2 3 4 وكنقلبها باش ما كتشربش الزيت وباش تنفخ، كتزيد تنفخ. هانتوما البنات راه كان فيهم نص سنتيم تبارك الله شو قداش ولاو، راه تنفخوا ليا. هنايا درتهم في ديك ديال منديل، هذا المناديل الورقيه اللي كيشربوا الزيت. ومن بعد هنايا ذوبت واحد الكميه عندي ديال الشكلاط، تقريبا واحد 5 دراهم ديال الشكلاطه البنات، وكندوزهم فيه بحال ما هكايا. كنحط فيهم لي دونالد من بعد ما شفتهم مزيان من الزيت، درتهم في هذاك بابي جينيك ديال المطبخ. صافي وكندوز الشكلاط كما كتشوفوا وكنحط. ساهلين وكيفرحوا الوليدات، كيجيو ساهلين وكيفرحوا الوليدات تبارك الله، ما كيقنعوش منهم. انا غندير هنا هاد الكميه كامله اللي عندي. ومن بعد راني ذوبت واحد تقريبا واحد 2 دراهم ديال الشكلاط ابيض، درتهم في حمام مريم ذوبتهم. ومن بعد درتهم في بلاستيكه. غير هنايا البنات راني خدمت بهم انايا بداك الشكلاط ابيض سخون، درتو في البلاستيكه وجاني سخون. خدمت راه غتلاحظوا غادي ندير خطوط باليمني بيدي اليمنيه، ومن بعد غادي نكمل باليد اليسريه. داكشي ما جاش الديكور ديالهم زوين بزاف في ديك الخطوط اللي درت، حيت غلبتني الحراره وكنت مزروبه خاصني نحطهم دغيا. الوليدات راكم عارفين الا شافوهم خاصهم داك الساعه ما غاديش يبعدوا منك الا ما حطيتيهم ليهم، خليتهم بردوا شويه ومن بعد حطيتهم للوليدات. هنا كما كتشوفوا داك الشكلاط اللي قلت لكم، هنا كنت غاديه مزيان. صافي غلبتني السخونيه وانا نقلب وانا ندير اليد الاخرى، درت اليد اليسريه ما كتخدمش البنات. شوفوا انت بديت تخرمج ايوا لا اله الا الله محمد رسول الله. قبلوا على هذا الزين هذا العشوائي.
كنتمنى من الله هذا الفيديو يعجبكم، ما تنساوناش من اللايكات ديالكم، التعليق الزوينه ديالكم، واللي ما مشتركش في قناتي اشترك، مرحبا به والف مرحبا. ولا عنده شي تساؤل مرحبا به. هنا البنات غادي نديرهم في الثلاجه حتى غادي يبردوا، وعاد غادي نقدمهم. انا غادي نوريكم وحده ما فيهاش الشكلاط، غادي نوريكم غير الشكل ديالها. شتينا من بعد ما بردت راه كتجي تبارك الله ناشفه من الزيت، ما فيهاش الزيت نهائيا، ومهويه من الداخل وخفيفه. شوف شحال كتبومبا. ايوا كنتمنى والله يعجبكم هذا الفيديو. استودعكم الله.